وعشان انا بحبك وفعلا يهمني تعرف ليه مش ازاي، في الدرس ده بقى انا علت لك التفاصيل على الاخر، مش بس مجرد من احنا بناخد طيبه وبناخد خلفيه، يعني هنتك على شويه ديتيلز رهيبه في الدرس ده. بجد الدرس ده ان شاء الله لو انت ركزت فيه هياخدك بمستواك في حته ثانيه، على الرغم من انه لسه تاني ورشه. بس الدرس المره دي طول شويه، بس فعلا كل تفصيله مهمه جدا. شباب انا هستنى تطبيقاتكم، والاهم بقى من كل ده لايكك الحلو، كومنتك، ولو انت مش عامل اشتراك في القناه هتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان كل الدروس اللي جايه كلها باذن الله حاجات قويه جدا وحاجات مهمه جدا. اتمنى باذن الله ان انا استمر معاكم، فدعمك وتشجيعك هو اللي هيخليني باذن الله اكون مكمل في السلسله القويه دي. اشوفكم هناك في الدرس، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا ودرس تاني في سلسله الاغلفه، والنهارده ان شاء الله هنشتغل غلاف بقى في تفاصيل اكتر بكتير باذن الله، ان شاء الله يعجبكم. ويلا بينا نخش في الدرس على طول. تعال ناخد الغلاف الحلو ده، نعرف ازاي اتعمل، ايه القواعد اللي احنا مشينا عليها، في تفاصيل وتركات يعني جوه الغلاف لذيذ قوي ان شاء الله باذن الله تعجبكم بقى، ما بين اضاءات لتنسيق الوان لشويه شادوهات كده ولعب شويه، يعني باذن الله ان شاء الله الغلاف يكون بالنسبه لكم بناؤه هيكون جميل. دايما يا جماعه في الدروس بتاعتي هتلاقيني بركز معاك اكتر على ليه عملنا ده، مش ازاي عملنا ده، لان ازاي سهله، اي حد ممكن يعرف ازاي. انا اصلا ممكن اسيب لك كده الغلاف ده قدامك، لو انت عندك شويه تولز هتعرف تقلد. مش الموضوع مش دايما التقليد مش معضله، كل الموضوع بس انت محتاج تحلل المشهد. الراجل ده حط هنا عمل ايه وعمل هنا ايه وعمل هنا، حللت المشهد خلاص هتعمل تصميم. لكن ليه عملت ده، هي دي اللي هتخلي منك ديزاينر شاطر. فبسم الله يلا بينا نبتدي ونفتح الملف بتاعنا. كنترول ال زي ما اتعودنا، واللي ما اتفرجش على درس الاساسيات ضروري لازم تروح تتفرج على درس الاساسيات، وهتلاقيني في كل درس ان شاء الله هنوه على الحته دي. لازم تروح تتفرج على درس الاساسيات علشان هو ده اللي هيخليك يعني تبقى فايق كده ورايق معايا وعارف احنا بنعمل ايه بالظبط. هنروح على مقاس 43 في 30 بوزيشن 300، وهنشتغل ار جي بي. وزي ما قلنا كده في الدرس اللي فات بنبتدي ان احنا ان شاء الله يعني نحول الموضوع بعد كده سي ام واي كي والوان الطباعه بافضل شكل ممكن وبافضل درجات ممكنه. لكن احنا دلوقتي بنحتاج الار جي بي معانا في الشغل علشان ده بيفتح لنا شويه فيتشرز و اكستنشنز كده محتاجينها تكون معانا في الشغل واحنا شغالين. هندوس كرييت ونبتدي نقسم الغلاف بتاعنا. جايد نيو جايد 21.5 سنتيمتر. اللي هيسالني بيقول لي يا باشمهندس انت بتعمل ايه؟ هقول لك ان انا دلوقتي بقسم الغلاف. طب انت ليه ما بتشرحش تقسيمة الغلاف؟ عشان انا شرحتها خلاص في درس الاساسيات، فعلشان ما نضيعش وقتنا في الكلام النظري والاكاديمي، الكلام ده انا سايبه في درس الاساسيات. روح دلوقتي اتفرج عليه لان الدرس ده مهم جدا جدا جدا، وده اللي مش هيخليك ديزاينر بس بتطلع شكل حلو، تطلع شغل شكله حلو، لكن هيخليك ديزاينر فاهم انت بتعمل ايه. بص يا شباب، كنا اصلا اتكلمنا في درس الاساسيات وجبنا الغلاف ده، اتكلمنا في التقسيمه بتاعته ازاي ان احنا قدرنا نقسم الشكل الغلاف بمنظور زي ما انتم شايفين كده مناسب. خدنا هنا مثلا ده كده التلتين، وبعد كده التلت بتاعنا بدأنا نوزع عليه بقية العناصر. هنا هتلاقيني عاكس العملية معاك، هنا الصورة اخدة التلتين وبقية التلت موزع عليه بقية الداتا او بقية العناصر. التقسيمات دي هتلاقيني شرحها بالتفصيل معاك في درس الأساسيات. فيلا بينا نخش في الدرس على طول. ايه الماتيريال بتاعتي اللي انا هشتغل بيها؟ الماتيريال بتاعتي ايه؟ هتقولي بص فاتح معاكم الدرس جاست انا جايب صور الباشمهندس خلاص واشتغلت بيها، هي دي الصوره دي الماتيريال بتاعتي. طب بقيه الشغل ده كله مانيوال، هنعرف ازاي نعمل كل ده مانيوال. اول حاجه هو كان حابب يحط صورته في الغلاف، فيلا بينا كده نجيب صورته. عارفين ان انا قصصها جاهزه، تعال ناخد اللي مش مقصوصه عشان برضه نعمل عليها الريتاتش بتاعنا، نعرف ازاي الريتاتش بتاعنا بيتعمل. حطيناها كده، متتحركيش انتي، خليك انتي مكانك وتعالي انتي يا صورة. اوكي بدنا كده نصغر شوية، وهنروح على select subject علشان نحدد معانا subject على طول. طبعا يعني ايه، احنا بنشكر شركة ادوبي على التحديثات اللي بتعملها، سهلت علينا كتير. يعني كنا زمان كده كنا لازم نقعد ساعة نقص في الصورة دي بالبين تول، لكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل كتير. هنا بس في ديفو بالت
السلكشن تول هنبتدي بس ان احنا ايه نشيل الزيادات. سوري يا شباب، كنترول. بس هو كده قص معاك الدنيا، يعني شويه شعر هنا دول اصلا التحكيشين مش عايزينهم، هندوس كنترول جي اوكي كده، هو بدأ قص معايا الشكل بتاعي زي ما انا عايز. خلاص اعدل بس كده ايه الصوره بتاعتك شويه ويدوس اوكي. طيب انا هنا حددت اللون بتاع الغلاف بتاعي على اي اساس. خلاص مش كل العملاء بيكون معاها ريفرنس للشغل، ومش كل العملاء هيقول لك انا عايز لون الغلاف بتاعي كذا. في واحد تاني خلاص هو واثق في شغلك، عايزك انت ايه تبدع، وريني انت يا باشمهندس هتعمل ايه. فدايما يا شباب انا بختار الوان الاغلفه بتاعتي بطريقتين. الطريقه الاولى اما اكون انا اصلا محدد اللون مسبقا، انا محدده كمحمد بيني وبين العميل مثلا او مع نفسي، وفي يمكن 90% من الوقت ما بكونش انا محدد اصلا، فبقى بسيب نفسي كده لنفسي، بشوف الموضوع هيجيبني ازاي. طب انت ازاي يا باشمهندس او ازاي يا سينيور بتسيب نفسك لنفسك وفي الاخر بتطلع مثلا حاجه شكلها كويس؟ السر هنا بقى في الستوك اللي انا بستخدمها. تعالوا بس نشرب كده كوبايه شاي عشان نفوق مع بعض. هنا الاستوكات بتاعتي، الدكتور هنا او المدرس هنا لابس تيشيرت اخضر، قلت خلاص ده اللون اللي انا هبتدي اشتغل عليه. خلاص احنا بناخد باليته الالوان بتاعتنا من الاستوكات اللي احنا بنستخدمها علشان الموضوع يكون ماتش مع بعض. او العكس، مثلا انا مثلا هجيب خلفيه والستوك اللي انا رميتها ما كانتش نفس الوان الخلفيه او ما كانتش ماتش مع الوان الخلفيه، مفيش كده كونتراست كده شكله حلو، فابتدي ان انا ممكن تلاقيني بغير في الوان الستوك زي ما انا مثلا عملت في الصوره اللي في الظهر هنا، وهنعرف ازاي دلوقتي كل ده حصل. فيلا بينا نكمل ونروح على الباك جراوند وناخد درجه اللون الحلوه دي. ممكن بقى بعد ما خدنا درجه اللون نعلي بقى السيتريشن بتاعها عشان نروح مثلا ايه نحس السيتريشن كده عالي شويه وندوس اوكي. خلاص بعد كده نظبطه كده، نروح بس ايه نتاكد كده بس ان القصه بتاعتنا ايه مظبوطه. ممكن ندوس كنترول على اللاير ونخش على سيلكت موديفاي كونكت، ومثلا ندخل السلكشن كده مثلا بنسبه 1%، وكنترول الت واي ونقلب السلكت ونشيل كل الزيادات اللي ملهاش لازمه. خلاص نروح ناخده كده ايه بالبين تول بقى، مثلا نفرغ الحاجات اللي كانت بايظه من السلكشن معانا. عايزكم يا شباب تكون عينيكم حلوه دايما على الديزاين اللي انتوا بتشتغلوه، اهتموا بالتفاصيل، ما تقولوش مش مشكله دي مش باينه، مش مشكله دي محدش هياخد باله منها، عشان تبقى مصمم يعني شاطر مصمم عليك الطلب. لازم تكون انت اكتر حد بيهتم بالتفاصيل، انت اكتر شخصيه في وسط الناس عندها اهتمام بالتفاصيل. طبعا هنا الضفر بتاعه ايه طار، ف احنا ممكن نعمل ممكن دلوقتي ايه بس هنلعب دلوقتي لعبه حلوه، هنفتح لاير جديد تحت ونرسم الضفر حلو ونديله لون ايه لون الضفر الابيض الحلو ده. حلو، حد خد باله من حاجه؟ محدش خد باله من حاجه. اوكي بص الكلام ده كله ماشي دلوقتي معاك انا بشكل عشوائي، بوريك انا ممكن اعالج ازاي الحاجات اللي بتظهر قدامي بس. خلاص برضو الصباع هنا مع المنكع عايز ظبطه. بتحنتف انت مش مهندس؟ اه طبعا لازم احنتف، لازم احنتف علشان الشغل يطلع مظبوط، علشان ربنا ما يبتلكش كده بعميل حنتوفه يقول لك انت ازاي ضيعت دي، لا انت ازاي دي بايظه، لا عد لي دي. دايما كده شايف خلي يعني الجولز بتاعتك واهدافك في ان انت تشتغل مع افضل الناس. دايما افضل الناس هتلاقوها عندها اهتمام بحته التفاصيل. انا عايز حاجه ما اتعملتش لحد، تلاقي كل اي حد كده يجي يقول لك انا عايز اوصل لحاجه يا باشمهندس ما اتعملتش لحد قبل كده. ممكن تكون الحاجه اللي انت هتعملها اوريدي مثلا انت طلعت نفس الفكره قبل كده، بس حطيت تاتشايه صغيره قوي 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 عنده هو، خليت فعلا الموضوع يروح في حته تانيه. المهم ظبطنا يعني بنسبه 95% كده الحاجات الاساسيه. بعد كده تعالى نعمل شويه كلر كوريكشن كده بسيط. انا بحب اشتغل في كلر كوريكشن ايه كاميرا رو، روح على كاميرا رو ابتدي كده ايه نظهر كده البشره شويه كده، نعلي الاكسبوجر و يعني نزود كونتراست ماشي سيكا، نعلي الهايلايت، نزود الشادو، و
طبعا كده بص الكلام ده انا بعمل كله يعني كاستمايزيشن كده، مش مفيش يعني ارقام معينه تشتغل عليها، زي ما عينك شايفه تبتدي ان انت تشتغل. انا عامل بس الساتوريشن كده عشان خاطر البشره. تمام. ممكن نروح على اللون الاخضر ونعليه شويه علشان يكون في ساتوريشن عالي كده في التيشيرت. ممكن نروح على الكالر جريدنج، بس الكالر جريدنج دي انا حابب ان انا اشرحها لك كده في درس منفصل، فمش هخطفها لك دلوقتي. ندوس اوكي. خلاص بدات الشخصيه تبقى معانا شويه. تعالى نعملها كده ايه ريتاتش بسيط خالص. هنروح على البيرن وتبتدي انت تغمق الغامق وتفتح الفاتح، وهو يعني ده ببساطه مع مفهوم الريتاتش يعني بشكل عام. اذا كنا احنا قاعدين يعني ننجز التعريف، فانت فكره انت بتغمق الغامق وتفتح الفاتح، فبيدي معاك كونتراست كبير قوي في شكل الستوك بتاعتك. خلاص. طبعا انا بصغر بالجيم وارجع اكبر بالدال. نروح على الدوج دي اللي هي بتعمل معاك الهايلايت او بتبتدي ان هي تفتح معاك الاجزاء الفاتحه من الصوره. طبعا الكلام كله هيكون يا شباب يعني ايه مقتصر على عينيكم. انا هفتح في الاجزاء دي علشان هنا هبدا ان انا اعمل رين لايت. ممكن برضه نفتح الجزء كده في البشره عشان يعني يديك لمسه الايه، لمسه اللمعان الدعائيه. ممكن نفتح بقى العين شويه عشان يعني يبقى باصص عليك بشكل حاد. خلاص. تعالى نجيب الدوج تاني ونبتدي ان احنا نعمل الشعر. تعالى نغمق كده تحت الرقبة عشان نفصل يعني، بس ايه ريتاتش كده خفيف قوي. تقريبا في هنا حسنة. تعالى نشيلها. خلاص كده ايه ظبطنا الصورة بتاعتنا والريتاتش بتاعنا. تمام. بعد كده يا سيدي انا حطيت دايرة خضراء كده حواليه، بتروح على الشيب وبص عملت ايه بقى. انا على طول اوتوماتيك رحت على اللون الاخضر ده. تمام. وعليت الساتوريشن بتاعه. بصوا هتلاقيني انا هاخد معاكم شايف كل حاجه من الستوك. هتلاقيني مش بخترع انا بليت الالوان من دماغي. خلي كل حاجه تمشي مع كل حاجه. خلاص. قرب الالوان لو انت حابب يعني 53 100 خلاص خليها 50. قرب الالوان بتاعتك عشان الساتوريشن بتاعها يبقى مظبوط بعد كده معاك على الوان الطباعه. لان اللي انا عملته ده بص هتلاقي هنا اللون هنا منور قوي. لما نيجي بعد كده نقلب ان شاء الله المود بتاعنا في اخر الديزاين لسي ام واي كي هتلاقي اللون ده ضرب خالص. عشان ما يضربش من البدايه انت بتبتدي تظبط القيم لاقرب قيمه. كان هنا 53 خلاص يبقى انا قربت هنا ل 50 ودوست اوكي. بعد كده تعالوا نرسم الدايره بتاعتنا. ننزلها تحت بكنترول وجيم او تسحبها كده بالسلايد كده ايه دراج كده تحته. خلاص كده انا عملت الدايره دي علشان خاطر افصله عن الباك جراوند، لان طبعا ده لابد منه علشان هنا الدرجه دي تقريبا بنسبه 70 ل 80% هي نفس درجه الباك جراوند. لكن ده هنا هيديني نوع من انواع الاختلاف او ان انا بعمل بالانس ما بين الشخص وما بين الباك جراوند. نفس الوقت برضه بتديني طبعا اكيد منظر جميل يعني. بدات اكتب قيمه اساسيات الكيمياء. كيمياء الاساسيات دي انا عارف نوع الفونت ده. شفت بقى انا ايه في انواع الفونتات كده ايه اللي انا بستخدمها بشكل مستمر وانا عارف اساميها يعني. هكتب كلمه اساسيات. خلاص. الفونت ده برضه شكله جميل وقريب قوي على فكره الفونت المكتوب، لكن الفونت اللي احنا شغالين بيه هتلاقوه اسمه جريتا. اكتب هنا كلمه جريتا. خلاص. طبعا اللي مش عنده الفونتات ان شاء الله هسيب لكم قريب بقى ان شاء الله هعمل لكم برضه فيديو عن مواقع الفونتات اللي احنا بنستخدمها. لكن دلوقتي ممكن تروح دلوقتي على موقع اسمه عرب فونت. حلو قوي. هتلاقي في كل الفونتات اللي انت عايزها. خلاص. دي حول اللون الابيض. بروح على اللون هنا لان تقريبا معظم الشباب اللي بتلون بتروح هنا على قائمه بتدوس 2 كليك وتروح على قائمه الافكت
او الستايل، وبتروح على كلر اوفرلاي وتبتدي ان هي تلون. طيب انا مش بحب الون بالطريقه دي الا في بعض الحالات، لكن معظم الحالات اللي بحب ان انا الون بيها ان انا الون من اللون الاساسي. هنا بروح على الابيض وبروح على الت وديليت. ليه؟ عشان حاجات كتير قوي، لان انا بلعب كتير في الفونت وبلعب كتير في شكل الفونت من جوه. ممكن ان انا اضيف له شادوهات واضيف له اضاءات، فالحاجات دي كلها بتبقى شباب كده زي لايرز تحت اللون. لو انت حطيته من الستايل ده بيبقى ده طبقه لون فوق كل الشغل اللي انت عايز تعمله في اللاير بتاعك. لكن لو انت استخدمت اللون الاساسي، فهنا بقى اللون الاساسي بتاعك ما بقاش ستايل. لو انت جيت دلوقتي مثلا حطيت شادو، حطيت اضاءه، حطيت اللي انت عايزه، الموضوع معاك هيبقى مرن جدا وهيكون واضح، لان مفيش طبقه لونيه فوقيها. الكلام ده باذن الله ان شاء الله هيبان معانا اكتر في الاغلفه اللي جايه. مش عايز بس اسرقكم في تفاصيل هنا. خلاص، تعالى بس الاول نمسح شويه كده الشخص ده من تحت، ونروح كده مثلا بالجوه. بص بقى، عشان خاطر الناس اللي بتمسح بالجمعه بطريقه ما بحبهاش، ما تستغلش الجمعه كده تمسح كده، خلاص غلط. بتكبر الجمعه وبتمسح بشكل راوند كده، بشكل دائري من بعيد، علشان تموت الحاجه بشكل كويس. خلاص اهي تمام كده. خفت منك شويه هنا، ابتدي اعمل دوبليكيت كده للصوره، هترجع تاني التفاصيل دي كده معاك، وارجع ادمجهم تاني مع بعض. خلاص بس اساسيات هنا هتقولي ان انا عملت حركه حلوه قوي. في شويه شروط كده قعدت العب انا بيها، فتعالوا نشوف كده عملنا حركه ازاي. او بالمناسبه انا ما مسحتش هنا الشخص، بس ماشي يعني. خلينا احنا نشتغل بالطريقه اللي تعجبنا دلوقتي. يعني مش شرط ان احنا نقلد الحاجه بالظبط، بس بقول لكم يعني ايه شكل الشغل بتاعنا بتشتغله ازاي. هناخد دوبليكيت من كلمه اساسيات تحتها اهي، ناخد دوبليكيت بكنترول جي، وبنروح على اللون ونبتدي نغمقه شويه. عايزين نغمق اي لون، نروح على الكي ونعليها شويه، اللي هي البلاك، نخليها مثلا كده 80 وندوس كي. ولو انت جيت كده حركته شويه كده بالسهم، هتلاقيه بدا يظهر معاك اهو. طيب ايه الخطوط دي عملتها ازاي؟ بصوا يعني انا هنا هنا غمقت عن الدرجه، هنا انا كنت مفتح عن الدرجه. خلاص، فانتوا يعني مش هنلتزم قوي بالموضوع، كل واحد ونظرته للدرجه الاولانيه. انا ممكن مثلا انا اعمل كده، لا اعمل ده ولا اعمل ده، ممكن اخد نفس الدرجه بتاعتنا دي مثلا والاول كده. خلاص، يبقى انا كده غيرت مثلا شويه. خلاص، وهكذا. هنقلب دي لاير، كليك يمين وهنروح لسترايل تايب، بقت لاير معايا. ابتدي ان انا اقص منها، ازود عليها، اعمل فيها اللي انا عايزه. كل بس اللي هعمله ان انا هروح على سيلكشن تول، وهروح مثلا كده بخط كده رفيع قوي. خلاص، وكنترول تي، ابتدي ان انا اتحرك يمين. خلاص، بصوا الموضوع سهل خالص. اعمل كده اهو، وكليك يمين وابدا اتحرك شمال، واعمل تاني مثلا كنترول تي، ابتدي ان انا اتحرك يمين. طب يا باشمهندس انت ليه بتعمل كده؟ ده التأثير ده مشهور قوي في المونتاج، اسمه تأثير الجليتش، اللي تبقى حاجة هتحس انها مهزوزة كده، بتعمل جليتش. خلاص، شفتوا الوش بتاع التلفزيون في 2001 لما كانت القناة بتقفل؟ هو نفس التأثير كده يعني بنعمل نوع من انواع الحركة بس كده في الغلاف او في الكلمة. اعتبره ستايل من الستايلات اللي ممكن بعد كده تحب ان انت تكررها في شغلك. خلاص، ونعمل كمان واحدة أخيرة رفيعة أوي كده مثلا. خلاص، يعني حاول ما تخليش كل حاجة بنفس المقاس، يعني غير شوية ما بين حاجة رفيعة لحاجة تخينة لحاجة طويلة، حاجة قصيرة. هنهزر بقى. تمام اهو، ادي الموضوع شكله بسيط جدا وحلو ولذيذ، يعني ادى تأثير شكله حلو. خلاص، وبعد كده كلمة الكيمياء. طبعا عشان كلمة أساسيات الكيمياء يا شباب ده اسم المذكرة، فهتلاقوها كلمة كبيرة قوي، وأنا يعني من الناس اللي ما بحبش أسماء الكتب أو أسماء المذكرات المكونة من مقطعين.
خصوصا والمقطعين كمان كبار، يعني اساسيات كلمه كبيره والكيمياء كمان كلمه كبيره. فعشان كده بتقول ان انا بقسم المقاطع دي لاجزاء صغيره، ابتدي ان انا بعد كده اشكلها في تكوين مختلف يدي شكل حلو، وفي نفس الوقت برضه حافظ لي على الكلمه. يعني مثلا مش هروح مثلا اقول له لا خليها اساسيات بس او خليها كيمياء بس، لا هو راجل عايز اساسيات كيمياء، انا هعمل لك اساسيات الكيمياء. بس احنا كديزاينرز بقى مهمتنا ايه؟ ان احنا نبين الحاجه بشكل حلو، وفي نفس الوقت برضه محافظين على الطبيعه بتاعتها. فهنا كتبت كلمه اساسيات. بدات ان انا في الكيمياء هغير بقى ايه، هكتب الكيمياء بفونت ايه، بفونت فري هاند كده شويه، اللي هو شبه القلم. الكيمياء اعطوني تقريبا يا شباب نفس الحركه دي عملتها في الغلاف اللي قبل كده، اللي هو الدرس اللي فات على طول. لو رحت هتلاقي حاطط كلمه تالنت بخط كبير. تعالوا نجيب كده غلاف اهو، هتلاقوا كلمه تالنت كنت انا حاططها لكم ايه بالخط الكبير البولد، وانجلش عملتها بالايه بالخط الفري هاند. هي تقريبا نفس النظريه اللي بعملها هنا، علشان اساسيات تبان والكيمياء كمان تبان ونخدم عليها. خلاص هنروح مثلا على فونت مثلا زي ارسلان ده. حلو، هو مش هو نفس الفونت، بس انا تقريبا زي ما قلت لكم انا مش بحفظ اسامي فونتات يعني، وتقريبا كده الله اعلم انا محوله لاير. كنت عارف ان طبعا هحوله لاير. بصوا احنا عملنا حركه كده حلوه جوه هنا، بس اوكي. تعالوا نحاول ندور على الفونت، لو ما لقيناهوش بقى خلاص نستخدم الفونت ده وخلاص. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، ان شاء الله نلاقيه بسرعه. هحاول ان انا اسرع لكم في المونتاج علشان ما تقفوش معايا كتير في الحته دي. وصلنا بالسلامه اهو يا شباب. تقريبا هو ده الفونت، اسمه بي بي شاكيرا. تمام اللي هو بيكيو شاكيرا يعني. المهم ده يا جماعه كده الفونت. بدات ان انا اكبره كده حلو، واتوسع بيه كده شويه. خلاص بقى. ليه؟ لان انا كنت حابب ان انا اطول كده الكاف، اخليها تيجي من ورا اساسيات. فاهم شغل بقى زي ما قلت لكم، انا من الناس اللي بتحب يكون في تداخل في العناصر، بيدي انطباع وشكل مميز للشغل. خلاص تعالى نكبرها كده شويه. دايما اتاكد ان الفونت بتاعك على السترونج، لان ساعات التفاصيل واللي هي الحاجات الصغيره دي بتبقى باينه. تمام، فاحنا دلوقتي هنحولها لاير. كليك يمين، ستايل تايب، بقت لاير معانا. تعالوا بقى نعالج التشوهات دي. هنروح على اللاسو تول، نبتدي ان احنا نعالج كده الكلام ده. طبعا يا شباب انا باخد الدرجه الاساسيه اللي هي الدرجه البيضاء دي بكنترول وباك سبيس، او بتاخد الدرجه الخضراء بالت وديليت. بعد كده انا رسمت بالبين تول الجزء ده، طولته شويه من الكاف علشان يخترق معانا من ورا حرف الالف. عملت تقريبا نفس النهايه بالظبط كده، وبدأت ان انا انزل كده وكنترول وانتر وكنترول باك سبيس. بدأت ان انا كده خلاص كده رسمت الكاف، طولت بيها كده شويه. بعد كده هحولها للون الاحمر. طبعا زي ما احنا متعودين احنا في الدرس بتاعنا عايزين نأكد على ليه مش ازاي، لان ازاي سهله انما ليه. طب ليه احمر؟ لان الكلمه هنا صغيره، اصغر من الاساسيات، فالاساسيات باينه جدا. فعلشان كلمه الكيمياء تبان وتتقرا لازم تاخد لون مغاير، تاخد لون ملفت. ومن اكتر الالوان الملفته الداعيه في الشغل بتاعنا هو اللون الاحمر. فعشان كده انا حطيت لها اللون الاحمر علشان تتقرا وتبقى ملفته وتسرق هي كمان العين، لان كده كده اساسيات اوريدي كبيره وسرقه العين، انما الكيمياء هتبقى صغيره. فاللون هنا هو اللي هيخلي الكلمه معايا تتقرا. خلاص، فانتوا يا جماعه لازم تكونوا فاهمين انتوا بتعملوا الحاجه ليه. المهم انا بعد كده خدت الكلمه الحرف الكاف ده. تعالوا كده نسرقوه كده كده لوحده. نفصله ازاي؟ هنفصله بكنترول وشيفت وجي. كنترول شيفت جي بتفصل لك اللاير ده لوحده ودي لوحدها. خلاص، هناخد بقى المعلم ده نبتدي ان احنا نحط جزء منه ورا كلمه اساسيات. ازاي؟ شايفين كلمه اساسيات؟ هنروح بكنترول عليها، عمل سيلكت عليها، هنرجع تاني للحرف الكاف وندوس ديليت. خلاص كده هو دلت كله. لا انا عايز ادلت الحته دي بس. طب ادلت ازاي؟ هروح بقى بالجوه، مش هندوس ديليت ولا حاجه.
خلاص خلينا بس الجمله كده ايه نخليها هارد. خلاص ونبتدي نمسح الجزئيه دي. يبقى احنا كده ايه دخلناها من ورا الالف. بعد كده تعالى نعمل لها شادو علشان تبان الالف دي فوقيها. فهنقفل هنا اللوك ده اللي هو لوك المساحه، اللوك ده لوك البراش، واللوك ده لوك الحركه، واللوك ده لوك الكروب، وده لوك عام. خلاص فاحنا دلوقتي عايزين نلون، فاحنا هنعمل لوك بس مساحه عشان اللوك المساحه ده بيخليني ان اي حاجه هعملها جوه او في المنطقه دي ما تبانش الا جوه المساحه دي بس. هنروح على البراش ونروح على اللون الاسود ونبتدي ان احنا بسيط قوي كده، بسيط خالص. يعني مثلا ما تروحش تعمل كده، لا ده كده اي كلام. ليه؟ خلي في تخيل عام وصح للشادو، هي يا دوبك يعني حرف بسيط، فما تروحش تعمل كده. يبقى انت عايز تعمل فكرك بدل ما تعمل فكره بوظت الشكل، لا تخلي في شادو بسيط. بص بالراحه كده من بعيد بس، خلاص هو ده اللي انا عايزه. برضو هنا برضو بالراحه كده من بعيد بس، خلاص عملت اللي انا عايزه، بقى الشكل شكله ظريف معايا. خلاص وكلمه الكيمياء باينه وخطفت العين وعملت الحركه اللي انا ايه، الحركه اللي انا عايزها. طيب تعالى نعمل بس بالموضوع شويه، تعالى نعمل شادو كمان على السين. يعني كأن الكاف دي جت من فوق السين ومن ورا الالف، فجت من ورا الالف عملت شادو. طب لو جت من فوق السين تعمل شادو على السين صح؟ هتلاقوني حتى تقريبا مش عاملها هنا، يعني يمكن هنا ايه ما اهتمتش قوي بالتفاصيل، لكن تعالى بقى نهتم احنا ايه في الحته دي. هنروح هنا على السين وهنطلع بلاير جديد وندخل اللاير ده جوه السين بكليب ماسك كده الت ما بين اللايرين. وبعد كده ناخد المعلم ده كوبي، هنحطه فين بقى؟ هنحطه جوه اساسيات اهو. خلاص تعالى نلونه باللون الاسود. جميل. نخليه مالتي بلاي، اي شادو يا شباب مالتي بلاي، اي شادو مالتي بلاي. خلاص طب ليه يا معلم مالتي بلاي؟ علشان ياخد من روح او من طعم اللون اللي تحته. طبعا ده هنا في اللون الابيض فمش هيبان التاثير اللي انا بقول لكم عليه، لكن الكلام ده هيبان معاكم لما تحطوا الشادوهات دي في ارضيات ثانيه، هتبان معانا ان شاء الله كده في وسط الشغل. فيلا بينا نقلل كده الشادو شويه، نروح على فلتر بلور جسم بلور. تعالوا ان احنا ايه نديله التاثير الميت ده. طبعا الكلام ما بيبانش معانا لان احنا عاملين لوك، فاحنا هنا عايزين نفتح بقى اللوك ونرجع تاني نعمل بلور اهو بدأ يبان معانا. خلاص تعالوا مثلا نصغره كده شويه ونبعد بيه كده شويه. بص كل ما هتبعد هيديك التأثير وكأن الكلمه دي بعيده عن كلمه اساسيات. لو انت قربت كده بالشادو اكتر وكأني بقول ان الكلمه لازقه في اساسيات. طب الكلام ده ايه اللي يحدده؟ يحدده عينيك. يعني انت مثلا لو انت مرتاح مثلا للشكل كده خلاص، انا مثلا لا عايز مثلا تبان انها ابعد شويه فخلاص هكبر الشادو كده شويه. تمام. وترجع ان انت بعد كده ترجع تمسح الزيادات اللي هنا. بصوا بقى التفاصيل، بصوا بقى الجمال اهو. عملنا من فونتات عاديه فونت كمبيوتر. يعني هتلاحظوا ان انا هنا ما استخدمتش الكاليجراف اللي انتوا يعني اللي انا معروف بيه في شغلي ومشهور بيه في شغلي. يمكن الناس بتقول محمد الشغل بتاعه حلو عشان الكاليجراف، لكن في العادي هو شغله عادي. لا مش شرط الكاليجراف او التايبو اللي انت بتستخدمه يكون هو السبب الاساسي في ان الحاجه تكون كويس. اهو فونت كمبيوتر كويس، بس احنا عندنا فكر، عندنا تاتشات شكلها حلو خلت الموضوع يعني راح في حته ثانيه خالص. خلاص بعد كده يلا بينا تعالى نكمل. تعود بس ان انت تسيف شغلك. انا خلاص مثلا دوس كنترول اس على طول، ويعني سيف الشغل بتاعك اول باول، ان احتمال الجهاز يحصل فيه اي حاجه النور يقطع واحنا بنعمل مجهود يعني، فما يروحش على الارض. تعالوا نكمل. هنا كتبنا بيزك اوف كيمستري او بيزكس اوف كيمستري اللي هي اساسيات الكيمياء، ترجمتها في المنطقه دي. طيب ليه ترجمتها في المنطقه دي؟ لان هنا لو هتلاحظوا يعني انا في الكيمياء هنا كنت هنا يعني رايح بيها هناك شويه، فتعالوا بس يعني ايه نعملها زي ما انا كنت بعملها بالظبط ايه مثلا كده. فانا لاحظت بعيني دايما مصمم الشاطر عينه بتروح على الكتل والفراغ في التصميم منه لنفسه. انا هنا في الكتله هنا الى حد ما مليانه، هنا بقى في فراغ. الفراغ ده ما عجبنيش ما ريحنيش، فانا حبيت ان انا املى الفراغ هنا زي ما هو كده الكتله مليان هنا، حبيت ان انا برضو ايه املاها هنا. فكتبت كلمه بيزكس اوف كيمستري بشكل بسيط من نفس الفونت.
يعني هو الفونت الجديدة في انه الانجليزي بتاعه basics of chemistry. كنترول ايه كده سيلكت اول ونروح على قائمة الكاركتر. تعالوا بقى نقرب الحروف من بعض بالشكل الحلو ده. طيب هنا بقى انت عندك حلين في او 3 حلول كمان. انا دلوقتي مثلا عايز اخلي الكلام ده كله كده مساوي ببعضه، فعندك الحل الاولاني ان انت تمسك ده كده وتروح على القائمه دي وتبتدي ان انت تفرق ما بين الحروف كده. طبعا التفريق ما بين الحروف هنا في الشكل ده انا ما بحددهاش قوي. طبعا احنا هنا كاتبين حرف غلط، هي ال. خلاص. طب انا بحدد ايه؟ ممكن نرجع هنا للزيرو تاني. خلاص. ممكن مثلا نصغر كلمة كيمستري شوية بحيث ان هي تيجي عندها كده بالظبط، يبقى في تباين كمان. تعال بقى نرفع شوية كمان اهو، يبقى في هنا تباين ما بين حاجة كبيرة وحاجة صغيرة. طب يا سيدي، طب ما انت كده صغرت كلمة كيمستري يبقى البيزك اوف اكبر. ما بص بقى، احنا هنعمل كمان حركة تانية. يعني احنا مثلا تعالى نصغر كده الحتة دي. انا بحاول انقل لكم دماغي بالظبط فيها ايه وليه بعمل الحاجة وازاي بفكر. دلوقتي بيزك اوف كيمستري يعني التيمه اللي انا اشتغلت بيها هنا هي اللي انا قاصد اشتغل بيها هنا. يعني مثلا الاساسيات هنا كبيره، في البيزك اوف هتبقى كبيره. الكيمياء هنا تونها طبعا صغير، فهنا برضو بقى دي اصغر. طب هنا لونها احمر، يبقى انا هنا هروح اعمل هنا شبايه مثلا لونها احمر واحطها تحت كلمه كيمستري لير جديد، واللون الاساسي الدرجه الاحمر والت وديليت. انتوا فاهمين اني بتكلم في ايه؟ انا بعمل الحاجه بنفس الستايل العام، يعني بنفس الطريقه. يعني يمكن التفاصيل دي يمكن العميل ما ياخدش باله منها قوي، ان ليه عملت ده علشان ده تمشي مع، لا هو بشكل عام هيبقى الموضوع مريح للعين بالنسبه له. لكن التفاصيل دي تفرق معاك، تفرق معاه مثلا مع شركه مثلا او حد فاهم في المجال بتاعك، يقول لا الراجل ده عينه كويسه، الراجل ده مهتم قوي بالاساسيات، مهتم قوي بالتفاصيل. خلاص. بعد كده بدات اكتب اسمه، هو كان حابب يكتب اسمه بالانجلش دكتور محمد هلال، فتعالى كده يلا بينا نكتب اسمه. تعالى بس ايه ناخد الشغله دي كده كلها، دوس كنترول وتعمل سيلكت وكده، هعمل سيلكت معاك على الليرات كلها وتبتدي مثلا تصغر كده فوق كده كل شويه. ممكن نمط كده ايه الحروف كده شويه، لو طلعت معاك شكلها مناسب خلاص خليها، ما طلعتش معاك شكلها مناسب تعالوا نختار مثلا فونت تاني. لان الفونت ده في الانجليش لما الكلمه بتطول قوي بتبقى شكلها يعني ما بحبهاش، بتبقى بايخه بالنسبه لي. بحب الفونت يكون شكله يعني قائم كده وشكله واضح. فتعالوا كده نغير الفونت الانجليش مثلا لفونت تاني شكله مناسب اكتر مثلا. خلاص تبتدي انت تكبر كده شويه. بعد كده انا هتلاقيني لونت هنا الكلمه بجزء من الاخضر، وبعد كده رجعت جزء هنا بالابيض. بس على فكره انا ما عملتش ده من اول مره، انا في الاول كنت ملون باللون الاخضر بس، الابيض ده انا جبته تاثير للاضاءه اللي انا حطيتها بعد كده. فتعالوا كده ناخد الموضوع واحده واحده. اول حاجه انا قررت ان انا هلون الكلمه دي بالاخضر. خلاص. فانا رحت باللون الاخضر اللي هو الفاتح ولونتها. خلاص انا كده خلصت. بعد كده بدات ان انا عايز احط اضاءات للشغل بتاعي، لان الحركه اللي هو عاملها، الحركه دي يعني هي دليل على مثلا وجود فكره معينه، ففكره براقه، فكلمه براقه مش عارف، حسيت ان انا عايز ادي اضاءه كده. الفواتح اللي كانت في التيشيرت، الانعكاسات اللي كانت في المج، كل حاجه في الصوره اوحت لي ان انا محتاج احط اضاءات. فهروح كده على مثلا جوجل صور، ومثلا هكتب كلمه لايت اوفرلي، وتعالوا مثلا ناخد الاضاءه دي انا بشتغل بيها دايما، كوبي وكنترول في، دخلت على طول معايا جوه البرنامج.
وهروح على سكرين. بقت الاضاءه معايا واضحه بالشكل ده. طبعا يا جماعه الكلام ده كان مستحيل تظبطها لك كده في السي ام واي كي. يعني مثلا لو رحت مثلا على ايمج مود سي ام واي كي بس لا مش فلاتن، وهقول مثلا دونت فلاتن، فهتلاقي بص هنا السكرين بتاعتك عامله ازاي، بقى فيه بياض. انا مش عايز البياض ده، فالكلام ده بيروح ازاي؟ بيروح في المود بتاع الار جي بي. عشان كده احنا بنشتغل ار جي بي، لان في شويه قلت لكم اكستنشنز كده ياما، فيتشرز ياما احنا بنكون محتاجين ان احنا نشتغل بيها، بعد كده نبتدي نحول الموضوع لسي ام واي كي. طيب المهم الاضاءه دي انا مش هشتغل بيها باللون الاصفر كده، انا كنت شغال بيها باللون الاخضر. ف كنترول والت ويو، تعالوا نحول اللون بتاعنا للون الاخضر. بالطريقه دي كده. ممكن نديك الساتوريشن شويه عشان ما تبقاش حاده، ونقول اوكي. هتلاقي في حواف بسيطه قوي كده، تعالوا نمسحها بالجول. طبعا التقطيعه دي ليه؟ الجمله بتاعت النهارده هنخليها سوفت. نبتدي ان احنا نشيل واحده واحده كده. خلاص الاضاءات دي يا جماعه ادت حركه في الديزاين بتاعك، في نفس الوقت يعني رمت الهايلايت اللي على الوش. خلاص بقى في مصدر للموضوع. ممكن كمان بقى ناخده هنا ايه عند صبعه كده، كان هو ايه نور كده حاجه بصبعه. الفكره ممكن نصغرها كده شويه. خدنا منها مثلا كوبي عند كلمه بيزكس بحيث انور الجزئيه دي. خلاص من هنا بقى لما انا بدات انور الجزئيه دي، اوحت لي فكره ان انا طب ما اخلي اللون او الاضاءه هنا ترمي اضاءه على الكلمه. طب عشان ترمي اضاءه على الكلمه ترميها صح ازاي؟ لو انا رحت مثلا بالجريدينت ودوست كده، ورحت مثلا هنا على الدرجه بتاعتي اللي هي الدرجه الخضراء بتاعتي الاساسيه، ورحت هنا مثلا قلت هترمي اضاءه بيضاء. طيب كده هي نوت باد، يعني مش وحشه، لكن مش ده الصح. ليه؟ الاضاءه مصدرها هنا، فلما هتيجي هترمي بقوه هنا، وتبتدي تضعف على الاطراف. فالكلام ده عشان اجيبه صح لازم اجيبه مانيوال، مش هينفع اجيبه بالجريدينت. فانت ارجع تاني عن الجريدينت. خلاص عشان اجيبه مانيوال لازم احول الكلمه للاير. طب افرض انا حبيت ان انا اغير فيها بعد كده، بصوا انا بعمل دايما الحركه دي، انا باخد دوبليكيت من اللاير بتاعتي واخفي اللي انا عايزه، بحيث لو حبيت ارجع له تاني في اي وقت اعدل فيه يبقى سهل ان انا اعدل فيه. واللي انا خدته كوبي ببدا احوله لك. خلاص بعد كده هنقفل اللوك بتاع المساحه، ونجيب اللون الابيض ونجيب البراش، نبتدي ان احنا كده نكبرها مثلا شويه. هنا الجزئيه دي هيبقى فيها اضاءه قويه. خلاص ليه؟ هي دي المصدر جامد. نبتدي اصغر بقى ايه واضعف الاضاءه على الجناب. خلاص يبقى انا كده ايه عملت فرشه الاضاءه بتاعتي بشكل بروفيشنال، جاي من مصدر اضاءه مظبوط. جميل. بعد كده برضو الاضاءه هنا اوحت لي ان انا اعمل شادو للكلمه، زي ما انتم كده شايفين هنا عملت شادو للكلمه من ورا. فتعالوا كده نقول شوف عملناها ازاي. انا خدت دوبليكيت من الكلمه ورحت على الجزء اللي تحت ودوست كليك يمين، وبدات بقى بصوا يا جماعه بالثلاث زراير هدوس كنترول والت وشيفت، وتسحب الفيرتك دي لجوه كده. بصوا اللي بيحصل، هيبتدي تنام معاك لجوه اهي. خلاص ممكن تبدا تسحب كده ايه، تدوس شيفت وتسحب كده ايه لجوه شويه، تبص كل ده امتداد معاك للشادو. بعد كده بتدوس كي وبتدوس كنترول وتبتدي ان انت تدوس على اللاير، هيعمل معاك سيلكشن للكلمه. ممكن نفتح بقى لاير جديد هنا ونخفي اللاير بتاعنا الاساسي، هيبقى معاك السيلكشن. تدوس على اللون الاسود وتروح على الجريدينت اللون في الفاضي، وتبتدي ان انت تسحب الجريدينت بالطريقه دي. خلاص عمل معاك الشادو ممتد شكله جميل. بصوا الكلمه كانها شكلها واقف، اضاءه مع شادو، شغل روعه. تمام. بعد كده تروح على فلتر بلور ديسنت بلور علشان تخفف الشادو شويه بالطريقه الحلوه دي. طبعا بصوا يا جماعه شويه تفاصيل في الغلاف يعني رهيبه بصراحه. كل ده من فوتات كمبيوتر بس، لكن الفكره في ان انت يعني تهتم بالتفاصيل. كل حاجه عايز تعملها اعملها، عجبتك خليها، ما عجبتكش امسحها. دايما الافكار الكتير هتجيلك من التجربه الكتير. خلاص
بس زي ما قلت لكم دايما الشادو تخليه مالتي بلاي. تعالوا بقى نعرف الفرق دلوقتي عشان تشوفوه يعني بعينيكم. بصوا ادي مثلا ده الشادو هو من غير مالتي بلاي. لو احنا عاملين دلوقتي مالتي بلاي ايه اللي حصل؟ بوستين اهو نورمال اهو مالتي بلاي، هتلاقوه بدأ بيتشبع من درجة اللون اللي تحته. تبتدي ايه تضعف كده شوية في الفن 100 فل وعشرة. طيب بعد كده بدأت إن أنا أكتب الجملة اللي هو عايزها، اللي هو اجتهد يا صديقي فلربما تجزي عن الإحسان إحسانا. طيب أنا هنا علشان عملت بقى شغل كتير قوي، فالكلمة هنا اللي هتتكتب اللي هي الجملة اللي هو عايزها اللي هي اجتهد يا صديقي فلربما، هتحس إن أنت كاتب كلام كتير قوي ورا بعض. حسيت الموضوع محتاج فصل كده، لازم نفصل بحاجة علشان ما يبقاش كده كلام وراه كلام وراه كلام وراه كلام. محتاجين عنصر يكسر حدية الكلام اللي ورا بعضها دي، وبعد نرجع نكتب تاني مش مشكلة. فتعالوا كده نمسك كل الكلام الحلو ده ونرفعه فوق كده شويه. خلاص بصوا هتلاقوا ان ملاحظ يعني ايه، ملاحظ ان انا دايما محافظ على المسافات اللي حوالين الشغل. دايما هنا ما يطلعش عن الجريد بتاعي، وابتدي ان انا اشتغل اجيب الفاصله دي اللي هي الورقه دي، وابتدي ان انا احطها. كنت مجهزها لكم هنا في الماتيريال، هتلاقيها موجوده. الورقه دي موجوده على فري باك، اكتب بيبر فيكتور هتلاقيها موجوده. اسحب كده. تعالوا نفتح بس الستيتور الاول ونسرع في المونتاج. تعالوا نفتح كده الملف على الستيتور، نفتح هنا بالمنظر ده. تعالوا هناخد بقى الورقه اللي احنا عايزينها، اللي هي تقريبا كانت الورقه دي. بس بنشيل الاول ايه الجزء ده مش عايزينه، نسحب الورقتين دول كده مع بعض. طبعا بنسحبها شايف ازاي، هي دوست على واحده وبعد كده كنترول وشيفت ودوست على الورقه اللي وراها، مسكت الاثنين كده. ابدا اسحبه كده دراج جوه الفوتوشوب كده على طول، واحطها بالمنظر ده. خلاص بصوا عارفين ان هي حواجز بينها وبين كلمه ايه دكتور محمد هلال. ما جاتش كلها. طب كده اتاكد تاني المشكله فين. لما بسحبها في ديفو كده خلاص ماشي. طب كده نسحبها كده مع بعض، نشيل الخلفيه دي الاول، نشيل الشادو ده، نعمل كده مظبوطه اهي معانا. يلا بينا نسحب. زي ما قلت لكم احنا بنهتم نعرف ليه مش ازاي. ازاي سهله، انت عارف من غير ما اقول لك ازاي انك هتروح تجيب ورقه وتحطها. انما ليه؟ لان لكم في تكست هنا بقى ياما، فانا مش عايز اكتر تكست تاني تحت. الموضوع هيبقى فيه تكست ياما قوي، الديزاين هيقلب جورنال. فلازم يكون كده في فصله كده بعنصر او ماتيريال كده شكلها حلو، وابتدي ان انت بقى كده اكتب تاني الكلام اللي انت عايزه، اللي هي الجملتين اللي هو قايلهم دول. طب بقى نختصر بقى على بعض بقيه الديزاين، فتعالى ناخدهم كده زي ما هم بالكلمه كده اللي تحت. خلاص تعالى بس نغير بس اللون، لان هنا مش واخد نفس درجه اللون قوي يعني. تعالى ناخد الدرجه بتاعتنا احنا. خلاص طبعا هو لو انا كلها جمله واحده، ف نروح كده ونروح على قائمه اللون ونبتدي ان احنا نغير الدرجه دي. خلاص برضه يا شباب هنا لو هتلاحظوا ان انا هنا بحب اعمل ماتشنج ما بين الشغل، لان مثلا عملت شيب علشان الشيب الاحمر ده عشان تظهر لي كلمه كيمستري، وفي نفس الوقت تماتش مع كلمه الكيمياء اللي بالاحمر. لما هنا عملت الجمله هو قال لي اجتهد يا صديقي فلربما تجزى عن الاحسان احسان. انت هنا ابتدي قسم الجمله بتاعتك على مقاطع. الجمله دي لو انا جيت قسمتها هتتقسم مقطعين. اجتهد يا صديقي ده الشرط، دي الجمله الاولى. ايه بقى المشروط؟ ايه الجزء اللي انت هتاخده؟ هتاخد عن الاحسان احسانا، فدي كده جمله الايه؟ جمله الشرط. فانا كده قسمت الجمله بتاعتي المقطعين. بقى ده المقطع الكبير فانا كبرت الكلمه دي، فالكلمه دي بقت اصغر، فعشان لما تبقى اصغر بنفس النظريه الاصغر حطيت له هنا مربع احمر، فالاصغر هنا برضه حطيت له مربع احمر، بقت العمليه كلها ماتش مع بعض. فاهمين الفكره ماشيه ازاي؟ بعد كده جبنا شويه شيبس كده وحاجات فيكتورز جميله. تعالى الاول نجيب الفيكتوريه دي، انا ممكن اخدها بس تعالى اقول لك دور عليها في جوجل ازاي. هنكتب مثلا كلمه كيمستري تكتشر، كلمه تكتشر يا شباب يعني ملمس. فكلمه تكتشر دايما هتجيب معاك الحاجات اللي هي بالشكل ده، اللي هي الحاجات اللي فيها ايه؟ اللي فيها ملمس معين لحاجه معينه. خلاص
فلو احنا كده قعدنا كده ندور شويه حلوين، ناخد من صوره نخش في صوره، حلو، بعد تدوير وبحث وتدوير وبحث وتدوير وبحث هيبقى ممكن في الاخر هتجيب الحاجه دي. فعشان ما نضيعش وقت يلا ناخدوها ونحطها كده زي ما هي بالشكل الحلو ده. خلاص طبعا هي يا شباب بتيجي مثلا باللون الاسود، يعني مثلا انت هتلاقيها دايما جايلك باللون الاسود. خلاص عادي كده ايه كويس. فانت عندك هنا نوعين من الحل، رجعها بس هنا اخر حاجه، حلو. يا اما تلونها باللون الاخضر الفاتح مثلا بحيث مثلا انها تمشي مع الموضوع، او تروح زي ما هي كده باللون الاسود تروح تغير البلند مود بتاعها خليه دايف. حلو. الدايف هنا بيحولها لك للون المضيء. تبتدي ان انت مثلا ايه تبتدي ان انت تقلل كده شويه بالاوباستي اهي هتجيب معاك الدايف. طيب لو انت مش حابب الدايف وحابب ما لا انا عايزه مثلا بنفس الدرجه الاخضر الفاتح، فخلاص يبقى انت حول بس ايه اللون معاك وابتدي ان انت تحركها. ممكن تقلل الاوباستي كده شويه عشان بس ما تخطفش العين، تديك اللمسه الكيميائيه بس ما تبقاش هي اللي خاطفه العين. انا عايز اللي خاطف العين المنظر الحلو ده. طب ده يخدم على ده وفي نفس الوقت يبقى باين. ما نخليش كل حاجه تبقى واضحه وباينه وصريحه، لا في حاجات بتبقى صريحه عشان هي دي اللي تاخد العين، وحاجات تانيه تبقى خفيفه باينه وفي نفس الوقت مخدمه على الشغل بتاعنا. ويخدم منها كده كوبي تاني في مثلا الجزئيه دي بالشكل الحلو ده. بعد كده مثلا تعالى مثلا نكتب كلمه فيكتور مثلا. هي فيكتور هنا اشكال هندسيه، ممكن مثلا نكتب كلمه فيكتور شيب او شيبس اشكال فيكتور اهو. هيبتدي يجيب لك الاشكال دي. انا بقى بص يا شباب بقى يعني ايه في الديزاينز دايما بقلب بشكل عشوائي. يعني مثلا ايه على فكره يعني الملف ده اللي فيه الحاجات دي موجود اصلا عندي اوريدي، بس انا بقول لكم بحب يعني حابب اشارك معاكم تجربه السيرش. المصمم الشاطر هو اللي بيعرف يعمل سيرش كويس. تمام. فمثلا دي مثلا نجوم اهي تقريبا نفس الفكره اللي انا يعني ايه جايبها هنا، مع ان هي مختلفه في الشيبات شويه. المهم يا شباب انتوا بتروح تجيب الحاجه اللي انت شايفها مناسبه، بعد كده تبتدي تعمل مثلا اطلاع على المزيد وتبتدي ان انت تدور تاني. عمليه البحث والتدوير والسيرش دي هي في الاخر بتوصلك للشيء اللي انت عايزه. فاهمني؟ يعني بص بدات ان انا اقرب شويه مثلا بالاشكال اللي فيها خربشه. مثلا ممكن تروح توصل تطلع على المزيد، حلو. بعد كده بتجيب اقرب حاجه مثلا عجباك وهكذا يا شباب لحد ما توصل للشيء والشكل اللي انت عايزه. ممكن بقى تخش مثلا بص يعني مثلا الصوره دي تقريبا على فري بيك اهي. لو دوست كده هينقلك على طول على موقع فري بيك. موقع فري بيك بقى لو انت نزلت تحت هيجيب لك نفس المود من نفس الاشكال. بص لو انت جيت قلبت هنا ممكن مثلا تاخد بكلمه هاند دراونج تكتشرز مثلا، تاخدها كده مش عارفين بقى ستارز عايزين مثلا حاجات ياما وتبتدي ان انت تسيرش بيها. حلو. هيبتدي بقى مثلا يجيب لك حاجات ياما قوي. ابدا قلب. ممكن مثلا اشيل كلمه تكتشرز مثلا نخليها فيكتورز وهكذا. شايف انت بعينك اختار الحاجه اللي انت هتبقى شايفها مناسبه للتصميم بتدي ملمس كويس، وفي نفس الوقت لازم يكون انت عندك شطاره البحث، يكون انت شاطر في السيرش بتعرف تدور على الحاجه وبتجيب الحاجه فعلا المختلفه اللي تديك لمسه كويسه في التصميم. خلاص بس يلا عشان ما نضيعش بس وقت مع بعض. انت في الاخر مثلا وصلت ان شاء الله اللي انت عايزه. بدات ان احنا هناخد مثلا النجمه اهي اخدناهم حطيناهم هنا بالشكل الحلو ده. كان في مثلا هنا مربع هنا كده في الشباك شبه السيجا، مش عارف مش عاجباني بصراحه مش هاخدها. بس هنا كنت حاطط اضاءات كده على التيشيرت علشان الموضوع يبقى ايه شايني اكتر. بس برضه مش عارف انا الغلاف ده انا كنت عامله اصلي من فتره طويله، فحاسس ان انا مش حابب ان انا اضيف اللمسه دي. بس على مثلا نضيفها في الجزئيه دي مثلا كده. يعني مثلا ناخد الاضاءه دي نرفعها كده نلاقيها كده على التيشيرت. نبدا طول بالشيفت كده كده يعني تدي زي ريم لايت كده للتفاصيل. ممكن مثلا تبدأ تاخدها مثلا هنا كده تروح بالورق ويبتدي يمشي كده على الكتف بالظبط يعني وهكذا. الحاجات كلها بتدي لمسة ظريفة أوي للشغل. حسيت إن هي مبالغ فيها أشيلها يعني ما تترددش يعني، أو مثلا خلاص عملت الحاجة فهتثبت عليها. لا بص الحاجة عجبتك كمان ما عجبتكش لا خلاص شيلها. الموضوع مش ايه مش انت مش مجبر على شيء. بس انا دايما يعني عندي حته ان انا بحب طالما
الحاجه جت في دماغي هعملها. ممكن تطلع شكلها حلو، ممكن تطلع فكره مختلفه، ممكن تطلع حاجه ما حدش عملها قبل كده تبقى تنسب لي انا بعد كده. لكن مثلا حاجه ما عجبتكش خلاص لا ما يعني مش شرط. يعني دلوقتي مثلا بعد ما انا مثلا راجعت الشركه بالتصميم مش عارف عيني جابتني دلوقتي ان انا اعمل تركيه حلو قوي، طب تعالى يلا بينا نشاركها سوا دلوقتي حالا، لسه جاي دلوقتي في بالي حالا. مش انا هنا حاطط لاير تحتيه لاير، وهنا انا بدات استخدم فكره الاضاءه والشادو. طب ما يلا بينا نعمل شادو هنا عشان تبان لي طبقه فوق الطبقه. هنمسك هنا اساسيات، نروح نديها دروب شادو، ثم ممكن تنزل هنا من بره كده بالشادو بالطريقه اللي انت عايزها للسمك اللي انت عايزه، وتبتدي ان انت تكبر السايز كده شويه. طبعا السبريد هنا عالي فخليه للصفر علشان تبان معاك ايه موضوع سموزي كده وحلو. يبدا مثلا قلب الاوباستي كده ندوس اوكي. يا سلام على الشكل، بصوا طبقه فوق الطبقه، موضوع يعني بجد خطير. يعني الجزئيه دي كده لوحدها لوحه. خلاص بعد كده 2025 هتلاقيني عملتها بنفس النظريه بالظبط، برضو شبايه والكلمه. و2024 هنا حطيت اللون الاخضر بتاع الخلفيه في ال 24 عشان 2000 بتاعتنا ثوابت. التغيير بيكون دايما في الرقم الايه 24 25 26 وهكذا. تعالوا بس ايه نبدل اللون الدرجه بتاعتنا وبس يا شباب. يعني اهو خلصنا الوش. بصوا تفاصيل ياما جدا. الموضوع يبان معقد في الوهله الاولى، بس مع التحليل مع التقسيم لا الموضوع شكله حلو. اهم ما في الموضوع ان احنا بنعرف ليه بنعمل كده. طول ما انت عارف انت ليه بتعمل كده دايما هتلاقي تصميماتك بتروح في حته ثانيه خالص. خلاص طبعا انا هنا ايه خلصت الوش بكل تفاصيله وبكل تريكاته. هبتدي بقى في الظهر بدات ان انا اعمل ايه هدي 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 بقى يا معلم. هدي اخدت الدايره بتاعتي اللذيذه اللي هي كانت بالنسبه لي اخده تلت التصميم، اعكس هنا خليتها هي تلتين التصميم. خلاص كبر كبر. خلاص بعد كده رحت اخدت دي صوره تانية. طبعا الصوره اللي هو مربع فيها دي ضايعه من عندي، فانا ما حبيتش ان انا اخدها من الغلاف على طول عشان اشارككم حته الكالرنج. فتعالى ناخد مثلا الصوره دي ونروح على سجاد سبجكت، ندوس كنترول سي وناخد هنا كده كنترول في وابتدي كنترول تي يا معلم ويصغر كده. هنا التيشيرت اسود واحنا الالوان الثابته بتاعتنا ايه اخضر مع الاحمر مع الابيض. خلاص لو احنا مش هنعتبر ان الاحمر الابيض هنا لون، فاحنا هنعتبر ان احنا شغالين بالوان الاخضر والوان الاحمر. فهنا اللون الاسود هنا دخيل بقى هنا على الشغل، اللون الاسود هنا مش تبعي. فهنا يلا بينا نعمل ايه هنفصله بالبين تول علشان الموضوع يبقى مظبوط ونحول لونه للون الاخضر. يلا بينا هجري معاكم بقى الجزء بتاع القص ده عشان الدرس ما يطولش اكتر من كده. وكنترول انتر وابتدي دوس كنترول والت يو وابتدي يا باشا دوس كلرايز. حلو هبتدي اتغير معاك اهو اللون. انا على نفس الساتوريشن مثلا حاجه بسيطه نروح على الدرجه الحمراء. خلاص وابتدي بقى يعلي بقى واحده واحده. ادي الساتوريشن بتاعك مثلا اهو حلو كده. بص بص ما تفقعش اول موضوع عشان الموضوع ما يبقاش ايه شكله اوفر، لا يعني بسيط كده. خلاص ممكن مثلا هنا بقى في اللايتس عايز تفتح شويه عايز تغمق شويه. انا شايف كده ايه الموضوع كده شكله لذيذ وتمام. هندوس اوكي. ممكن نروح بقى ايه بالدوتش ونبتدي ان احنا ندي هايلايتس في مناطق معينه بحيث نظهر الدرجه الحمراء بتاعتنا بشكل دعائي احترافي. يعني نروح على المناطق اللي ايه اللي فيها هايلايت وابدا ايه اعلي الهايلايت بتاعتها شويه. خلاص حاسس ان الموضوع هنا ايه حرق معايا شويه. تعالى كده لما فيه بقعت مني مش كده. مش ممكن كده نرجع تاني. مش شرط الحاجه دايما تطلع
معانا بيرفكت من اول مره، مفيش مانع ابدا من ان احنا بنجرب مره واثنين وثلاثه. ممكن مثلا نقلل الاكسبوجر هنا شويه عشان ما تفقعش معانا الدنيا شويه، صغر كده. خلاص يا شباب، وهكذا. بعد كده هنروح على سيلكت او فلتر وكاميرا رو، ونبتدي نعمل نفس التأثير اللي عملناه للشخصية هنا نعمله في الظهر. نظبط بقى ايه لحد ما عينك انت ترتاح. خلاص ظبطنا كده الدنيا شوية، حتى التيشيرت شكله اتعدل شوية. خلاص تعالوا نغمق الشعر. وندوس على كنترول واللاير، وندوس سيلكت موديفاي كونكت وواحد، ونقلب السلكشن بتاعنا بكنترول وشيفت واي، يقلب كده معاك السلكشن. ودوس ديليت علشان تشيل كل الزيادات من الصورة، تبقى الصورة بتاعتك قصتها شكلها كده كويس. شوية بس ايه تفاصيل دقيقة كده يا شباب. وبس بعد كده خدت الاسم بتاعه وبدأت ان انا اكبره كده الجزئية دي. هنا بقى يا شباب انا ممكن اخد ايه، يعني اخد لو انا يعني في هنا يعني نظريتين مثلا، ممكن ان انا اخد اسمه من الكعب للاول الغلاف، وده كده انزله كده وراه. هنا الكلام ده يعني ال دي بنسبه 90% نصها هيتشال، والدي هنا هتروح في الكعب، فمش هتبقى غير جزء بسيط. بس انا هنا حاطط الكلمه مش علشان تتقرا اكتر ما انا حاططها شكل، يعني انا مستخدم التايب بتاعتنا كشكل وفي نفس الوقت برضو كداتا. بشيل كده الفيل اوباستي من هنا، الفيل اوباستي مش الاوباستي. وايه الفرق بين الفيل اوباستي والاوباستي؟ الاوباستي هنا بيخفي الكلمه كلها، انما الفيل اوباستي بيخفي اللون بتاع الكلمه، علشان لما اجي ادي الستروك كده الستروك بتاعي يبان. وندوس اوكي. لكن هنا طبعا يعني مثلا لو جيت مثلا ناقص، لو انا مثلا شلت هنا الاوباستي خالص اهو، الستايل من البلندنج اوبشن دوست كده الاوبشن او الاوباستي، بصوا هتلاقي كل حاجه بتختفي. انما الفيل اوباستي بيخفي بس درجه الايه؟ درجه اللون بس. خلاص وبدات ادوس اوكي. او ان انت ممكن تدخل الكلمه من جوه هنا ومن جوه هنا، بحيث لما تيجي تتقص برضو الكلمه تبقى مقريه كلها. يعني انت ايه، انت وحظك، يعني انت زي ما انت عايز. انا بالنسبه لي كمحمد ما بتفرقش معايا كتير، لان انا هنا مستخدم الموضوع بس عشان يديني شكل مش اكتر، بيشغل معايا الفراغ. خلاص يبقى انا كده خدت التلتين في النظريه، هنا خدت التلتين. هنا هي ايه؟ هنا الصوره. انما هنا كان التلتين بتوعي هنا ايه؟ هنا الصوره مع التايبو مع شكل الغلاف مع سوري مع اسم الغلاف وهكذا. والتلت الاخير كان بقيه ايه؟ كان بقيه اسم المدرس وبقيه الداتا. هنا عكسنا، هنا خلينا التلتين هنا بس صوره، والتلت الاخير هنا هيبقى بقيه الكلام بتاع الظهر اللي هي منصه هلال اكاديمي رقم 1. وبرده هو برده قال لي برده حط ايه؟ حط برده جمله كده ورا اللي هي بريق متجدد نلتقي بالعلم ناحيه. وخدت هنا معاكم الشيب وبس، وحطيناها هنا في الظهر وخلاص كده وشكرا. كان بالنسبه لي الموضوع انتهى بالنسبه للظهر. يعني هو بس كان ناقص لو مثلا عايز يكتب ارقام تليفونات او حاجه مثلا، إيه لو كان حابب يعني كنا ممكن مثلا نعمل حركه لذيذه قوي. كنا مثلا هنروح من فوق هنا هكتب مثلا الارقام في الايه، هكتب ارقام في الحته دي، بس طبعا هو هنا واقف، هنا مفيش مساحه نكتب. ففي كده حركه جميله بنعملها، ان بنعمل شادو علشان نكتب عليه. شادو بيكون من ضمن الواننا، يعني مثلا نروح مثلا للون اللي هو الاخضر الفاتح ده، ونعمل لاير فاضي، ونروح على السلكشن تول ونرسم كده السلكشن بالطريقه دي، ونروح على جريدينت اللون في الفاضي اللي هو بختاره من هنا، وابتدي ايه اسحب يا باشا بالطريقه دي. بصوا بقى الحركه دي، كاننا احنا دخلنا الشخص جوه الشكل الحلو ده، ويبقى في عندي مساحه لونيه هنا ظريفه ان انا ابتدي اكتب عليها الارقام زي ما انا عايز. هات مثلا نفس الفونت كده، ابتدي مثلا اكتب رقم 12 12 11 18 مثلا. خلاص ابتدي مثلا ايه اعمل كده لوجو الواتساب بتاعك الحلو. خلاص عملت غلاف جميل بسيط، مش بسيط يعني طبعا وفي طبعا تفاصيل ياما،
بس الموضوع زي ما احنا كده يا شباب يعني خلاص اتفقنا ان لازم تكون انت عارف نظريات الاكاديميه اللي موجوده معاك في دراسه الاساسيات، هتوفر عليك كتير وانت بتفكر وانت بتقسم ايه اللي يكبر ايه اللي يصغر، ايه الحاجات اللي تبان معايا، لو كلمه من مقطعين زي كده ابدا اتعامل معاها ازاي علشان تبان شكلها كويس وما تبقاش مبهوأه معايا في الخلفيه. امتى استخدم الاضاءات، والاضاءات خلاص طالما استخدمتها يبقى لازم تستخدم معاها الشادوهات، لازم تستخدم معاها الظل والنور. ما ينفعش ان انا احط اضاءه من غير ظل. يبقى الموضوع معاك باذن الله ان شاء الله يروح معاك في حته تانية. يعني مثلا قبل ان شاء الله ما نختم كده، مثلا تعالى مثلا الساعه دي لونها ايه؟ لونها اسود صح؟ ايه المشكله مثلا لو انا جيت وعملت كده سيلكشن كده ايه للون الاسود ده؟ وهكذا. مش بص، دايما خلي عينك على الفراغ، خلي عينك على الديفوهات، خلي عينك على التصميم كله، ازاي اقدر اطلع بالتصميم ده في حته تانية خالص. اروح بس اعلم على الصوره خلاص، ومثلا خليه اخضر مثلا طبعا قلل طبعا هناك عشان ميبقاش الموضوع يعني ايه بين تن اوي في نفسه. بص الموضوع بقى اظرف بكتير، اظرف بكتير. خلاص، فهي يا شباب دي كده الفكره. طبعا احنا كده خلصنا خلاص التصميم بتاعنا مثلا، تبي تسيفه بعد كده زي ما اتعودنا بنرجع نقفله تاني وبنروح على ايمج مود سي ام واي كي. ما تنساش الموضوع ده، يا اما تشتغل على طول من اول ديزاين سي ام واي كي. طب انا ليه اشتغلت ار جي بي؟ زي ما قلت لكم في فيتشرز واكستنشنز معينه لازم اشتغل بيها كاضاءات كشادوهات كادجستمنت، في حاجات ياما قوي بتفتح مع الار جي بي فقط، فانا بضطر اعمل الحركه دي ان انا اشتغل على ار جي بي وارجع بعد كده اقفل الديزاين بتاعي واروح على سي ام واي كي وادوس فلاتن واوكي. هتلاقي في تغيرات بدات تحصل في التصميم بشكل بسيط. الكلام ده مش هيلاحظه العميل ولا هيلاحظه المطبعه، لكن انت كديزاينر بس اللي بتلاحظه علشان تبدا تقوي الموضوع شويه. زي ما قلت لكم نروح على كنترول والت يو وبنرجع الكواليتي دي مكانها وبنرجع القيم كلها بس للوضع الطبيعي خلاص، وبتروح على الساتوريشن وابدا اعلي الساتوريشن بس شويه بسيطه خالص ودوس اوكي بس. فالوضع يعني رجع يعني الى حد ما كما كان بشكل بنسبه 90%. خلاص ودي بقى يا باشا الديزاين بتاعك الحلو ده للطباعه واتفرج على احسن غلاف مطبوع متقفل بشكل ممتاز. خلاص كده يا شباب، كان درسنا النهارده. الدرس يعني كان طويل شويه بس كان مليان يعني شويه افكار حلوه شويه تريكات جميله. اتمنى باذن الله يكون الدرس عجبكم، ومستني رايكم في الكومنتات، ويعني محتاج دعمكم ان شاء الله لان انتوا مشاهداتكم ودعمكم هي اللي بتشجعني ان انا اسجل لكم اكتر واكتر. شباب انا اونر في شركه، فمفيش وقت خالص ان انا اقعد اسجل في حته ان انا استقطع من الوقت واسجل علشان افيد غيري. حرفيا دي حاجه مرهقه جدا عليا، ويمكن الناس اللي تعرفني كويس عارفين ان انا منقطع بقالي 4 سنين عن التسجيل، ففكره ان انا ارجع الموضوع ما كانش سهل عليا. بس انا حابب ان انا اكون متواجد معاكم وحابب ان انا ارد بدل ما ارد على واحد بس في سؤال، لا ارد على الناس كلها. فاللي هيشجعني اكتر واللي هيخليني ان انا متحمس ان انا ابذل مجهود اكبر معاكم هو ان انتوا تدعموني باللايك والشير وبالاشتراك في القناه، وعلشان باذن الله يبقى الموضوع حاسه جميل والناس كلها فعلا بتستفاد، انا ما بكلمش حد في الهوا. فيخليني باذن الله ان انا اطور اكتر واكتر في الدروس اللي جايه. اشوفكم باذن الله في الدرس اللي جاي وغلاف جديد. كان معاكم محمد هشام، سلام.